خليني اجي اقول لك النهارده ان انت تشحن اي باقة فليكس عندك ب 65 جنيه بس. اهلا بكم في برنامج بعدسة واحدة. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن عرض خاص بفودافون لنظام فليكس باختصار. الناس اللي هم على عرض فليكس او الناس اللي هم على نظام فليكس، فانا النهارده ان شاء الله جاي اقول لك على كام طريقة انت ممكن بدل ما تشحن بثمن الباقة الأصلي، أيا كان بقى أنت على 160 على 100 على 300 260، الأنظمة دي كلها ما أشبه الأنظمة كلها، يعني من بداية مثلا 70 لحد مثلا 300. الأنظمة دي كلها قبل ما تشحن ممكن تخش على الابلكيشن بتاع برنامج أنا فودافون. الابلكيشن ده أنت ممكن من خلاله تحصل على يعني يديك مثلا تجديد بنص الثمن خصم. طب اجيب انا منين مثلا الخصم ده؟ حضرتك انت بتوجه بالظبط ناحيه ابلكيشن. من الابلكيشن بتخش على ثلاث شرط من تحت دول، تدوس عليهم هتلاقي حاجه فوق، ثلاث قنوات كده فوق، هتلاقي حاجه اسمها نظامي. اضغط على نظامي، ومن نظامي هتلاقي الانظمه المتاحه اللي هم من ضمنها النظام اللي انت مثلا ولو يكن انت على نظام 100. تمام، النظام ال 100 ده النظام اللي انت موجود عليه حاليا. طيب بعد كده تبتدي ان انت تنزل تحت اخر حاجه خالص، هتلاقي حاجه بقى ايه، مزيد من الانظمه. هتلاقي مثلا اخر حاجه آه كله 14 قرش. فطبعا انت هتضغط عليه، على كله 14 قرش هيقول لك لا، خليك زي ما انت على النظام اللي انت فليكس، فليكس 100 فليكس 70 فليكس كذا. هيقول لك خليك زي على الفليكس اللي انت موجود عليه مثلا 100 او 150 او 260 او 300، بس اشحن لنا مثلا بخصم مثلا ب 70 جنيه، خصم مثلا 50 جنيه، خصم 55 جنيه. الخصم ده هل هو مثلا بيجي كل فتره؟ هو بالنسبه كان الخصم ده موجود قبل التحديث الاخير لشركه للعرض بتاع فليكس ده، احنا كنا شغالين عليه بقى يعني من فتره كبيره قوي. تمام. طب هل ده اللي انا جاي اكلمك عليه النهارده؟ انا بقول لك على بعض الحاجات اللي انت لما تيجي مثلا تجدد باقه او تشحن باقه مثلا معينه على شركه فودافون، قبل ما تجدد شوف مثلا والله جالك خصم النظامي، لانه مش هيظهر لك في العروض. الخصم ده ما بيظهرش في العروض، بيظهر في نظامي. طيب ايه تاني ممكن تجدد؟ بس بتجدد مثلا ايه؟ بدل ما تاخد مثلا تاخد مثلا يعني فوق زياده، مثلا بيجي لك حاجه اسمها ضعف وخصم. ده الضعف بيكون موجود في العروض، والخصم بيكون موجود في نظامي زي ما قلنا. تمام. طيب انا النهارده جاي اقول لك ازاي تاخد ضعف ب 45 جنيه بس. تمام. الطريقه دي طبعا نزلت يعني بقى لها اسبوع او اكتر من اسبوع. فانا حابب ان انا افيد الناس اكتر. مش بقول مثلا ان هي محتكره لحد، لا، هو عرض مقدم من الشركه وموضوع قانوني جدا، ما فيش فيه اي حاجه. انت دلوقتي خطك على مثلا نظام 100، نظام فليكس 100 او فليكس 150 او 260 او 300. النظام اللي احنا هنتكلم عليه النهارده انا بالنسبه لي انا كاحمد على نظام 100. انا ازاي ان انا قدرت؟ طبعا هسيب لك فيديو جنب الشاشه كده بحيث ان انت او هنا او هنا زي ما يكون. الفيديو ده بيشرح ان انت الفليكس اللي انت موجود، نظام الفليكس اللي انت موجود عليه، انت باختصار كل اللي انت محتاجه فليكس، فليكس 100 او فليكس 150 او 260 او 300. الفليكسات دي كلها عليها عرض ضعف. تمام. قال لي بالظبط كده في العرض اللي كان جالي انا على فليكس 100. تمام. قال لي حول على 150، بدل ما تاخد مثلا ال 5000 هتاخد مثلا 9000. ماشي. انا بقول لك مثلا يعني هيجيب لك مثلا حاجه زي كده. اقول لك بدل ما تاخد تدفع مثلا حول من 100 ل 150، بس بدل ما تاخد الفليكسات دي هتاخد فليكسات اعلى. هتقول له ماشي وفعل العرض. تمام لحد كده. يعني انت بعد ما هيجي لك مثلا اي عرض ضعف هيجي لك، هيقول لك مثلا لو انت على 150 حول من 150 ل 300، فعل العرض ده. هتقول لي طب ما انا اروح افعل مثلا العرض ب 300 جنيه، ادفع 300 جنيه. اقول لك لا، هتروح لاي محل عنده مكنه فوري او مكنه امان، اي مكنه، هتقول له عايز كارت فليكس ثمنه 45 جنيه. طيب ثمنه 45 جنيه ده انت طبعا مش هتدفع 45، هو الكارت قيمته 45 جنيه، انت هتديله بالظبط 65 جنيه. 65 جنيه ممكن من محلات تانية بتختلف، يعني كل واحد بقى بيضيف مثلا 2 جنيه زي ما مكسبه يعني. تمام. دي نقطة. انت خلاص فعلت العرض زي ما قلت لك، اي عرض ضعف
بالنسبه لنظام 100 لنظام 150 260 300. الانظمه دي كلها لو جالك عليها ضعف من العروض، يعني انت بتفتح الابلكيشن بتاعك اهو، تفتح الابلكيشن دخلت على العروض، كل الانظمه دي كلها بيجي لك عليها عرض ضعف. تمام. لقيت العرض الضعف اللي هو بيقول لك حول من باقه 150 لباقه 300. تمام. وتفعل العرض ده، حول من باقه من 100 ل 150 عرض ضعف، هتفعل العرض ده. من باقه مثلا 100 من كذا ل 200 260 هتفعل مثلا العرض ده. عرض ضعف هتفعل اي حاجه بيقول لك حول فيها من باقه لباقه، تضغط عليها تفعلها، وتروح اي محل زي ما ذكرت، هتقول له عايز كارت شحن فليكس 45. يقول لي طب ما هو ده شحن على الطاير؟ لا، لازم يكون كارت، اللي هو الكارت اللي هو نجمه 858 نجمه والكود، وتشحنه انت في الكروت اللي احنا بنشحنها دي بنكتبها. هتاخد منه الكارت هتشحنه، تشحن الكارت منها، تخش على فودافون، هتلاقي العرض اتفعل معاك على طول. نقول بقى المميزات ونقول العيوب، عشان الناس اللي هي مثلا هتقول ما عرفتناش ليه وعيب العرض ايه والكلام ده. اول حاجه العرض، انت تاخد اكبر زياده من فليكسات بقيمه قليله جدا ب 45 جنيه، مقابلها 65 جنيه كاش. انت بتدفع 65 جنيه كاش للراجل في المحل، لكن هي قيمه الفليكس، قيمه كارت الفليكس 45 جنيه. خلينا نقول مثلا 65 جنيه انت هتدفعهم. تمام. دي اول حاجه، انت بتدفع فلوس قليله في يعني في عرض زياده فليكسات اكبر. بدل ما انت بتشحن مثلا ب 150 ب 100 بيديك 5000 فليكس، لا انت هتشحن الباقه ب 65 بس تاخد 22500 ايا كان بقى الهديه اللي هتنزل لك. انا نزل لي 10، نزل لي كام؟ نزل لي 9000 فليكس لان انا على نظام 100. تمام. ده المميزات بتاع بالنسبه للعرض اللي انت هتفعله حضرتك ده. تمام. عملت الموضوع ده كله. طب ايه العيوب؟ اول حاجه ان انت بتطلع من النظام اللي انت موجود عليه لفليكس 45، يعني بتطلع بيخرجك من من فليكس عالي لفليكس اقل اللي هو 45. لو انت عندك عيله بتلغي. طب هي ينفع تتجدد الشهر اللي بعده؟ لا طبعا مش هينفع تتجدد، لان انت زي ما قلت لك انت نزلت من الفليكس اللي هو بيكون موجود عليه الضعف لفليكس اقل حاجه اللي هو 45 زي ما احنا عارفين. تمام. ذكرت لك العيوب والمميزات عشان لو انت هتعملها تكون انت عارف الاول الحاجتين دول، المميزات والعيوب. طبعا ما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. هسيب لك روابط التواصل الخاصه بيا في الديسكربشن. بس كده، مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.